السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مهرجان الرقص الدولي، سبحان الله، أي قلوب هاته وأي نفوس التي خططت لهذا المهرجان وبيتت له، وراح يكون بعد أيام. اليوم رانا 9 جويلية، مانيش عارف، يمكن 12 جويلية ولا 13 جويلية هذه الأيام. خوتنا في غزة يقتلون، يحرقون، النساء تنتهك، الأطفال، البنات، الرجال، الشيوخ، العجائز يقهرون. يعني ما كنتش تشوفوا والله كيفاه، يعني والله ماني فاهم أنا. أي مهرجان للرقص في هذه الأيام؟ هذا الهم والغم الذي نعيشه، هذا الكرب. إذا كانت الأيام راهي نتجرعها ولا نكاد نسيغها، مرة علقم، وتلت ليال بالمآسي والعناء، فكأننا وكأنها أعوام. راه يمر علينا اليوم والليلة ونحن نشاهد المآسي، أطفال يمزقون، راكم تشوفوا، يقتلون، تمزق أشلائهم. الجزائر يستحيل تدير هذا المهرجان، وهذه رسالة مباشرة إلى السيد الرئيس المحترم القاضي الأول للبلاد أنه يوقف هذا المهزلة. سيدي الرئيس، مواقفك معروفة في العالم بأسره. وين نروحوا للخارج هازين رايتنا وهازين رصاننا وهازين المعنويات تاعنا بمواقفك سيدي الرئيس المحترم، وبمواقف الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية. وبعدين يجيو مانيش عارف أنا شكون هذا الأشخاص اللي حابين ينظموا مهرجان الرقص الدولي. كيف تسول لكم نفوسكم؟ أنا في هم في غم. احنا الناس الآن العوائل تاعنا كيجيو يديروا أعراس، نقول لهم ديروا أعراس بلا غناء، ديروا فقط روحوا جيبوا العروس وأطويوا الملف. إذا كانت هذه أيامنا سبحان الله راهي تمر هكذا، الشعب الجزائري يستحيل يقبل هذا الشيء. فأنا أناشدك سيدي الرئيس المحترم، وأناشد هؤلاء الذين خططوا لهذا الأمر أن يتراجعوا. راح تكون سبة كبيرة للجزائر، راح تكون عار. ولاد غزة كي يهزوا التليفون والله يشوفوا في التلفاز، والله نساء غزة يسمعوا باللي الجزائر راهي دايره مهرجان الرقص الدولي في هذه الأيام. وش يصرى لهم؟ جارك قدامك عنده جنازة، تروح تحل تدير الغناء وترقص وانت مقابله. هذو خاوتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدي الرئيس، رجاء ورجاؤنا فيك كبير، ما تخليهمش يكملوا هذا الأمر. هذا صوتي وصوت الناس البسطاء في الطريق اللي نتلاقوهم، قالوا لنا ما تخليوش الأمم تضحك علينا بأن درنا مهرجان رقص، وغزة تدك وتقصف وتجوع. الناس راهي في الطريق في غزة تطيح جوع، رجالة تمشي على رجلها ما تقدرش تمشي، ما عندهاش الطاقة باش تمشي. الأولاد الأطفال يموتوا جوع، ما كانش الحليب، ما كانش كذا. ديروا مهرجان الرقص الدولي، اسألوا الله ألا يتمه. يا ربي لا تتم هذا المهرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.